يا ترى ايه هي اهم الحاجات اللي بتخلي مسلسل ولاد الشمس مسلسل حلو؟ هل الاخراج ولا التأليف ولا التمثيل ولا الموسيقى ولا ايه بالظبط؟ وهل هو فعلا مسلسل حلو ولا اي كلام؟ في الحلقة دي بقى من شرح مفصل هنفهم هل ولاد الشمس مسلسل كويس ولا ايه. جهز بقى كوباية الشاي الجميلة لحد ما التتر يخلص. مسلسل ولاد الشمس هو من بطولة أحمد مالك وطه الدسوقي ومحمود حميدة، ومن تأليف مهاب طارق. وركز بقى معايا في موضوع مهاب طارق ده عشان قدام هنتكلم عنه. المسلسل من إخراج شادي عبد السلام. لا مش ده. ايوه هو ده شادي عبد السلام. المسلسل بيبدأ بشوتس كتيرة جدا لمكان ما، بنفهم بعد كده انه ملجأ او دار للايتام يعني، وبعد كده بنسمع صوت طه دسوقي وهو بيتكلم عن نفسه وبيعرفنا ان اسمه مفتاح، وكمان بيعرفنا على حد صاحبه جدا جدا اسمه ولعة، وبيعرفنا قد ايه ان هم اصحاب جدا. وبعد كده بيبدأ الفويس اوفر يكمل ويعرفنا بباقي العصابة او باقي الاخوات اللي هم قطايف والمظ. وهنا بقى احنا ممكن نقدر نقف ونتكلم على حاجتين. اول حاجه وهي ان الكاستنج بتاع الادوار فعلا عظيم، الاختيارات في محلها جدا، طه ومالك لايقين جدا في الحته دي. وطبعا زي اي دراما لازم الشله يبقى فيها اتنين، واحد بايظ وواحد نضيف. اختيار معتز هشام موفق جدا، وحتى اختيار فيليكس رغم انه انتقد كتير جدا وانا شايف انه اختيار جريء قوي، الا انه فعلا لايق على الدور. الحاجه التانيه بقى اللي ممكن تكون اول عيب في المسلسل، وهي انه تقديم الشخصيات سيء جدا وسطحي جدا. لان باختصار انا بتفرج على مسلسل عشان اعرف من خلال الاحداث مين دول وبيعملوا ايه، مش مجرد واحد بيتكلم ويقول لي انا اسمي كذا وده اسمه كذا. يعني اجيب لك مثال على اللي انا بقوله لك. في فيلم اسف على الازعاج، مخرج الفيلم عرفنا اسم البطل بطريقه ذكيه جدا ومن غير اي سطحيه. عرفنا اسم البطل من خلال اسمه على الجواب اللي كان بيبعته للريس. فنقدر نقول ان دي اول نقطه سودا للمسلسل من اول مشهد في الحلقه الاولى. وباين جدا ان مشاهد الاكشن هنشوفها بشكل كويس، وان اخراج الاكشن فعلا محترم. استخدام الدرون خادم الموضوع بشكل كبير قوي. تتر المسلسل مناسب جدا جدا، استخدام بهاء سلطان عشان هو اللي يغني التتر اختيار موفق جدا. ونيجي بقى على احلى حاجه من وجهه نظري في المسلسل، وهو الاستاذ محمود حميده. محمود حميده عامل تركيبه من اصعب التركيبات الشر اللي شفتها في حياتي. شخصيه بتسمع اندر جراوند، هادي جدا، عمرك ما هتشوفه بيزعق وبيحزق زي اي ممثل مصري بيعمل دور الشر. فعلا محمود حميده في العمل ده اثبت لنا انه ممثل في حته لوحده. لو رجعنا تاني بقى لحته التاليف اللي قلت لك ركز معايا فيها، هنلاقي ان المسلسل من تاليف مهاب طارق، ومهاب فعلا عامل شغل كويس جدا، خطوط دراميه كويسه وقافل كل الخطوط بمنطق جدا، مفيش اوفر، مفيش سقطات دراميه. حتى المشاهد اللي فيها تراجيدي مكتوبه حلو جدا. لو ركزنا بقى شويه هنلاقي ان مهاب طارق ده كان بيكتب مع محمد سامي اعمال زي جعفر العمده ومسلسل زي نعمة الافوكاتو. وفعلا المسلسلين دول تحس ان طفل اللي كاتبهم. العظمة لله والتناكة لولاد وهنا نتأكد إن العيب مش في مهاب، لأنه كاتب مسلسل زي ولاد الشمس، وكاتب كمان تحفة على مستوى الكتابة وهي مسلسل إخواتي. مهاب شاب شاطر جدا وعنده مستقبل كبير. على مستوى التمثيل بقى، أحمد مالك اتطور بشكل كبير جدا عن أعماله القديمة. برضه محمد سامي، يا أخي منك لله ما علينا. أحمد مالك فعلا اتطور عن باقي أعماله الأخيرة، لأنه فعلا مجتهد وبيذاكر، ولعب دور ولعة بشكل كويس جدا عكس المتوقع والطبيعي. طه الدسوقي بقى كل عمل بيثبت نفسه، من اول موضوع عائلي والصفاره دي في الحته الكوميديه وكسر الدنيا في حاله خاصه، لكن في ولاد الشمس نفد ريشه على الاخر وعمل دور فعلا ممتاز. ونقدر نتكلم عن مشهده لما راح للعيله اللي اتبنته وبنشوفه في كادر ميديم وهو بيتكلم، ولا في اخراج ولا في تصوير ولا حركه، الموضوع كله عباره عن كلام مهاب طارق واحساس رهيب من طه الدسوقي. فشوفنا التحفه دي. حابب اتكلم اخيرا في التمثيل عن عبيد، وازاي فعلا كان مميز وكان مقنع جدا بالنسبه لي. التمثيل النسائي بقى كان فيه شويه مشاكل. مريم الجندي ما كانتش افضل حاجه، وتحس انها ما كانتش في المود زي باقي الكاست. فرح يوسف انا بشوفها ممثله كويسه جدا، بس هي فعلا كانت اوفر قوي. هي في كل حاجه بتعيط وزعلانه، كلامها دايما مشحون بطاقه عياط. فعلا مش منطقي ان في حد في الحياه بيتكلم كده. بالنسبه للموسيقى كانت حلوه جدا وكانت دايما في مكانها. فكرة ان التتر يتعمل منه في الاخر فيرجن حزين برضو كانت فكرة حلوة جدا، وخصوصا ان نفس المطرب اللي يغنيها، فكانت فكرة صايعة قوي. اخيرا شادي عبد السلام مخرج شاطر جدا، بيعمل اكشن حلو وتحس دايما ان مشاهده مرسومة وكأنك بتشوف لوحة لفنان محترف. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج شرح مفصل.